وبعد فترة من تداول الحكم وصل لهشام ابن عبد المالك اللي كمل المسيرة وحافظ على حدود الخلافة. والفترة دي تقريبا ما حصلش اتساع أو فتوحات كبيرة، لكن يكفي حفاظه على الحدود لحد ما توفى وكان آخر آل مروان. وللأسف من هنا بتبدأ مرحلة السقوط ونزاعات الدولة الداخلية، والخوارج ظهروا تاني. وهنا ابتدى ظهور بنو عباس وابتدوا الزحف نحو العراق، والأمويين اتفاجئوا بيهم، وعقبال ما فاقوا حبوا يجمعوا بعضيهم تاني كان الوقت عدى. واللي قامت معركة كبيرة بينهم وانهزم فيها بنو أمية، وانتهت خلافة التوسع واللي دامت 90 سنة، كانت نقطة فاصلة في تاريخ الإسلام وانتشاره. ولك أن تتخيل معايا كده إن خلال 90 سنة من حكمهم 30 و40 سنة حروب داخلية، والفترة ديت وقفت فيها الفتوحات. تخيل لو كانوا ركزوا بس في الفتوحات وكملوا فتح أوروبا. التاريخ عجلة ودايرة وأحداثه بتتكرر، لكن للأسف الإنسان بيتعلم وبيفهم اللعبة بعد فوات كده الأوان. نكون خلصنا حلقة النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير. كنت معكم مصطفى علي خليفة وحكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.